ال AI دخل في جميع المجالات، حتى كتابة المقالات والبرزنتيشن وكمان الكتب، وكل ده بيتم بضغطة واحدة بس. يعني أنا عملت المقال اللي قدامك ده بضغطة واحدة، كل اللي عملته كتبت عنوان المقال، وهو عمل كل حاجة بعد كده، من كتابة المقال وعمل المخططات والصور التوضيحية والفيديوهات والروابط وال SEO وكل حاجة. في الفيديو ده هعرفك الأداة اللي بتعمل ده كله، بس قبل ما نبدأ خلينا نصلي على النبي ولايك وشير، ويلا بينا نبدأ. هنستخدم النهاردة أداة SEO Writing. طبعا الأداة بنستخدمها عشان نكتب مقالات بالذكاء الاصطناعي. كل اللي عليك بتكتب له عنوان المقال وهو بيجهز لك المقال من الألف للياء، من صور ومخططات وكلام وعناوين وكل حاجة، وكمان الكلمات المفتاحية. وكمان في أداة ممكن تعمل لنا 100 مقال بضغطة واحدة، وفي أداة جديدة كمان في الموقع بتتيح لك إنك تعمل مقالات بطابع بشري. يعني مثلا أنت لو بتدرس ومطلوب منك مقالات طبعا بتروح تعملها بالاي اي، وطبعا الدكتور بيكتشف انك عاملها بالاي اي عشان في مواقع بتكتشف ده. فطبعا في أداة هنا بتعدل لك المقالات ديت وتخليها لك بطابع بشري، بحيث الدكاترة أو أي حد ما يكتشفش إنها معمولة بالذكاء الاصطناعي. وتعالوا نجرب الأدوات دي مع بعض. تعالوا نجرب أول أداة واللي هي كليك بلوج بوست، اللي هي بنعمل مقال بضغطة واحدة. هنضغط على الأداة بالشكل ده، هيجيب لي الصفحة دي. أول حاجة هنختار لغة المقال، هننزل هنا على اللغة ونختار اللغة بالشكل ده. طبعا هنلاقي عندنا اللغة العربية وجميع اللغات طبعا موجودة. بعد كده هنكتب هنا عنوان المقال، مثلا وليكن هنكتب مثلا اساسيات تصميم الشعارات، وبعدين هنضغط على جنريت تايتل، هيكتب لي العنوان هنا بالشكل ده: تصميم الشعارات الاساسيات التي يجب معرفتها. طبعا هو بيكتب لي العنوان بناء على الاس اي او، بحيث لو حد بيبحث عن الموضوع ده يلاقي المقال بتاعي. بعد كده هنلاقي عندنا مجموعه من الاعدادات لازم نظبطها عشان المقال يطلع زي ما احنا عاوزين بالظبط. من هنا هنختار نوع المقال، هنضغط هنا وهنختار نوع المقال، مثلا لو إخباري أو رياضي أو ثقافي وهكذا. فمثلا أنا هكتب له توتوريال اللي هو تعليمي. بعد كده هتختار حجم المقال اللي هو سمول ميديوم لارج. أنا هخليني في ميديوم. عاوز طريقة الكتابة تكون إزاي؟ فريندلي، بروفيشنال، انفورميشنال اللي هي معلوماتي أو احترافي. فأنا هنختار بروفيشنال اللي هو احترافي. بعد كده ال AI موديل. بعد كده هنختار الموديل اللي هيستخدمه الموقع عشان يعمل المقال. عندنا مثلا ديب سيك وعندنا شات جي بي تي بجميع اصداراته وهكذا. فانا هنختار شات جي بي تي اخر اصدار بالشكل ده. بعد كده هنختار البوينت اوف فيو. يعني ايه؟ يعني انا عاوز في المقال ده شخص واحد اللي يتكلم ولا شخصيتين ولا اكتر. فنختار مثلا فيرست بيرسون. بعد كده التكست ريدابيليتي اللي هي سهوله القراءه او صعوبه القراءه، يعني الفئه العمريه اللي انا هستهدف بيها المقال. فانا هستخدم مثلا فئه البروفيشنال بالشكل ده. بعد كده التارجت كانتري اللي هي الدول المستهدفه. فمثلا خلينا نستهدف مصر بالشكل ده. بعد كده براند فويس، لو عاوز تعمل براند فويس هتضغط هنا وتعمل كرييت براند فويس، يعني هتعمل صوت للمقال او حد يقرا المقال، يعني بحيث يبقى مقال مسموع او مقال مكتوب. فانا مش عاوزه مقال مسموع، فهنضغط على باك. بعد كده لو عاوز اضيف المعلومات الخاصه بيا بحيث تنضاف للمقال هضيفها هنا، زي رقم التليفون او الايميل وهكذا، بس انا مش محتاج الخاصيه ديت. بعد كده الميديا هاب، يعني ايه؟ يعني مثلا انا عاوز اضيف صور توضيحيه او فيديوهات توضح الحاجه اللي انا بشرحها، فهضيفها من هنا. وطبعا الموقع هو اللي هيعملها وهيظبط لي كل حاجه، بس انا هقول له انا عاوز عدد الصور قد ايه وعدد الفيديوهات قد ايه، واشرح له الفيديو يكون عباره عن ايه والصوره تكون عباره عن ايه. فمثلا في الاي اي ايمج هخليها يس. بعد كده هختار عدد الصور، هنخليها مثلا 5. الايمج ستايل يعني نوع الصور ده عاوزها ايه، فوتو، كرتون وهكذا، فخلينا مثلا سينماتيك. بعد كده الايمج سايز، عاوز حجم الصوره قد ايه، فالحجم 16 في 9 ده مناسب. بعد كده هكتب له الصور عباره عن ايه، مثلا كتبت له انا عاوز الصور عباره عن رسوم توضيحيه لقواعد تصميم الشعارات. بعد كده هكتب له البراند نيم هنا، مثلا مستر جي ار تي، ونعلم على الخيارين دول. هنا طبعا بيحسن لي الاس اي او. بعد كده نيجي لاضافه الفيديوهات. طبعا هو بيضيف الفيديوهات من اليوتيوب وبيختار الفيديوهات الخاصه بالمقال بتاعك، فهنخلي الخيار ده على يس عشان يضيف لي فيديوهات. بعد كده هنختار عدد الفيديوهات، مثلا 3. بعد كده اللي اوت اوبشن، لو عاوز تضيف فيديو خارجي او صوره خارجيه. فانا مش هضيف حاجه خارجيه. لو عاوز اضيف الصور والفيديوهات بعد الهيدلاين على طول، الهيدلاين اللي هو العنوان الرئيسي، فهعلم على الخيار ده. فانا هسيبه يضيف لي الفيديوهات والصور في مكانها الصحيح ومش هعلم على الخيار ده. بعد كده الاس اي او اللي هي الكلمات المفتاحيه. طبعا هو بيختار لي الكلمات المفتاحيه حسب عنوان الفيديو. طبعا هو بيختار لي الكلمات المفتاحيه بناء على عنوان الفيديو، بحيث لو حد بيبحث عن الموضوع ده يلاقي المقال بتاعي. فهخليه يعمل لي الكلمات المفتاحيه تلقائي. هنضغط هنا، هنلاقي كتب لي الكلمات المفتاحية بالشكل ده: قواعد تصميم الشعارات، لوجو ديزاين وهكذا. بعد كده الاستراكشر اللي هو بناء المقال. أنا عاوز المقال بتاعي يبدأ بإيه؟ بصيغة سؤالية أو حقيقة علمية أو كاسترول اللي هو عبارة عن قصة. فأنا هخليه بصيغة سؤالية اللي هو question بالشكل ده كده.
هنا لو عاوز اضيف جداول او صور او اشكال بيانيه بتنضاف من هنا، فهعلم على كل ده واخليه يس عشان عاوز المقال بتاعي غني بالصور والجداول والاشكال التوضيحيه، فهخلي ده كله على يس. بعد كده الانترنال لينك والاكسترنال لينك. انا مثلا لو عندي مدونه او موقع على الورد بريس وعندي مقالات مشابهه وعاوز اضيفها للمقاله بتاعتي، هضيف الروابط بتاعتها هنا، بس طبعا انا ما عنديش موقع على الورد بريس. بعد كده الروابط الخارجية. طبعا أي مقال بيحتوي على روابط خارجية بتغذي المقالة بتاعتك، مثلا أنت لو جايب معلومة من مكان معين في المقال بتاعك فبتحط الرابط بتاعها وهكذا. فهنضغط هنا على اللينك تايب، هنلاقي عندي خيارين اللي هو اوتوماتيك وكاستم. مثلا انا لو عندي روابط خارجيه وعاوز اضيفها فهضغط على كاستم، لو عاوز اخليه هو يبحث ويضيفها لي اوتوماتيك فهضغط على اوتوماتيك. فطبعا احنا عاوزين نخليها اوتوماتيك. هيقول لي هنا النمبر اوف لينك، فاختار مثلا من 3 ل 4. طبعا هنا بيقول لي المكان اللي عاوز احطهم فيه، ات ذا توب اللي هو في المقدمه، ات ذا بottom اللي هو في المؤخره، او يحطهم في المكان المناسب. فانا هختار اللي هم يحطهم في المكان المناسب واعلم على ديت واخليها يس. وهنا هختار دو فولو او نو فولو، فهختار دو فولو. وهنا لو عندك لينك خارجي وعاوز تضيفه فتضيفه هنا، بس انا مش هضيف اي لينكات، هخليه هو يتعامل. بعد كده الكونكت تو ويب، لو عاوز تربط المقال بتاعك ده بالويب بحيث يبحث في الويب فهتضغط على يس، فهتضغط على يس بحيث عمليه البحث تكون اعمق شويه، هضغط على يس. هيديني هنا مجموعة خيارات. أول حاجة اللي هو السورس لينك اللي هو مصادر المعلومات، عاوز أخليها عبارة عن يو ار ال أو لينك نيم أو يو ار ال ولينك نيم، فأنا هخليها يو ار ال ولينك نيم اللي هو الاسم والرابط. بعد كده السيرش سورس اللي هو عملية البحث، عاوزها في الريال تايم، في الريال تايم اللي هو بيبحث في أي وقت. طب الريال تايم نيوز اللي هو في آخر الأخبار. طبعا لو الموقع بتاعك إخباري فأنت هتختار دي عشان يبحث لي في المعلومات بحالها، ونعلم على دي وخليها يس. أنا مثلا عاوز أخليه يبحث في آخر 24 ساعة بس، فهيبحث في آخر 24 ساعة أو في آخر أسبوع أو في آخر شهر أو في آخر سنة وهكذا. فأنا هخليها أول تايم اللي هي في كل الأوقات. هنا لو عاوز أضيف الروابط بتاعت عملية البحث اللي أنا بحثت فيها فأضغط هنا وأخليها نو. بعد كده نيجي لخاصية مهمة جدا، هنا بيديك إمكانية اللي هو يعمل لك بوستات خاصة بالمقال بتاعك تنشرها على السوشيال ميديا بتاعتك، تويتر وفيسبوك ولينكد إن وبنترست وهكذا. فهعلم عليهم كلهم وأخليهم يس. بعد كده الأوتلاين إديتور اللي هو بيضيف لك المؤلفين والكتاب للمقالة بتاعتك، فلو عاوز تفعلها فهتفعلها من هنا. خلينا نفعلها بالشكل ده كده. هنا لو عاوز اضيف عناوين يدويا فاضغط هنا واضيف العناوين بالشكل ده كده. انا هخليه هو اللي يعمل لي العناوين، زي ما انت شايف عمل لي العناوين بتاعتي بالشكل ده كده. لو عاوز احذف اي عنوان هحذفه من هنا، بس انا هسيب كل حاجه زي ما هي. بعد كده الببلشنج تو ويب سايت، لو عندك ويب سايت هتضغط هنا وتضيفه بحيث ينشرها لك على الويب سايت بتاعك على طول. فانا مش هضيف ويب سايت ولا اضيف اي حاجه، انا عاوزه بس يعمل لي المقاله. بعد ما خلصت كل حاجه هطلع لفوق وبعدين هضغط على رن، وهيبدأ يعمل لي المقالة بتاعتي بالشكل ده. بعد ما يخلص هنضغط على المقال بالشكل ده كده. زي ما انت شايف المقال مترتب بالشكل ده وبيحتوي على الصور والفيديوهات والروابط والأشكال التوضيحية زي ما انت شايف. كل حاجة طلبتها منه حتى البراند نيم. مقال احترافي 100% زي ما انت شايف. بعد كده لو طلعنا فوق وضغطنا هنا هيجيب لي البوستات الخاصة اللي هو عملها لي بتاعت لينكد ان وفيسبوك وبنترست وهكذا. دول بتاخدهم وتنشرهم على السوشيال ميديا الخاصة بيك، وهو عامل لك لكل سوشيال ميديا بوست خاص بيها. مثلا زي فيسبوك هتاخد البوست كوبي بالشكل ده وتنشره على الفيسبوك عندك وهكذا. بعد كده لو ضغطنا هنا هيجيب لي الميتا تاج اللي هو هيجيب لي الميتا تايتل والميتا ديسكريبشن وهكذا، بتاخدهم كوبي برضه وتستعملهم. بعد كده نيجي الأداة اللي هي الهيومنز تول بالشكل ده كده، وبتختار لغة المقال من هنا. بعد كده هنروح على شات جي بي تي عشان نعمل أي مقال. مثلا هنكتب له مقال عن الجرافيك ديزاين. طبعا المقال ده لو دخلته لأي موقع واختبرته هيقول لي معمول بالذكاء الاصطناعي. وتعالى نختبر المقال ده مع بعض. هروح على موقع زيرو جي بي تي وهننسخ له المقال بالشكل ده كده، وبعدين نضغط على ديتكت تكست هيبدأ يختبر لي المقال بتاعي وهيقول لي مكتوب بالذكاء الاصطناعي ولا لا. زي ما انت شايف بنسبة 89% مكتوب بالذكاء الاصطناعي، فطبعا احنا عاوزين نقلل النسبة دي خالص. فهناخد المقال اللي احنا عملناه ده وهنروح على أداة ال SEO Writing وندخل المقال اللي احنا عملناه هنا بالشكل ده، وبعدين نضغط على هيومن وهيبدأ يعدل لي في المقال أكني شخص اللي كاتبه. زي ما انت شايف عدل لي في المقال بالشكل ده. هاخده كوبي من هنا ونروح نختبره تاني. هروح هنا وبعدين نضيف المقال اللي احنا عملناه بالشكل ده، وبعدين هنضغط على ديتكت تكست
زي ما أنت شايف النسبة قلت بالشكل ده، والمقال أكن الشخص اللي كاتبه، وهكذا. طبعا الموقع فيه خطة مجانية ممكن تستخدمها، وممكن من خلالها تجرب الموقع، وبقدم لك خطط مدفوعة برضه بمميزات أكتر. وطبعا أنا جايب لكم خصم 25% على الخطط المدفوعة لما تدخل الكود ده مستر جي ار دي، أو ممكن تستخدم الخطة المجانية لو حابب. رابط الأداة هتلاقيه في الوصف. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وبس كده، في أمان الله.